السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في القناة ديالكم قناة بريس أراب. إليكم عنوان هذا الفيديو: من هو قائد منتخب المغرب الجديد؟ 3 لاعبين مرشحون لحمل شارة أسود الأطلس. لنتعرف التفاصيل كاملة. سيغيب القائد رومان غانم سايس مدافع منتخب المغرب الأول وفريق الشباب السعودي عن أسود الأطلس في المعسكر الإعدادي القادم، ما يثير التساؤلات حول هوية قائد منتخب المغرب في فترة التوقف الدولية القادمة. رومان سايس قائد منتخب المغرب يغيب للمرة الأولى عن عرين الأسود بعد أعوام من وجوده في قلب الدفاع، حيث لعب إلى جانب القائد السابق المهدي بن عطية قبل أن يتسلم شارة القيادة ويلعب إلى جانب المدافع دايف أكرد لاعب ويست هام يونايتد الإنجليزي. وأسباب استبعاد قائد منتخب المغرب رومان سايس: قرر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الأول استبعاد رومان سايس عن المعسكر الإعدادي القادم لمنح بعض اللاعبين الشباب الفرصة، والذين سيشكلون مستقبل الأسود الأطلس الذين احتلوا المركز الرابع في مونديال قطر. ويأتي قرار الركراكي باستبعاد غانم سايس صاحب 33 عاما بعدما ظهر بمستوى باهت في النسخة الأخيرة من نهائية كأس إفريقيا بالكوتيفوار. وتعرض المدافع المخضرم لانتقادات كبيرة من الجمهور المغربي الذي حمله مسؤولية بعض الأهداف التي سجلت في شباك زميله ياسين بونو في الكان. ويستعرض هذا التقرير 3 لاعبين مرشحين لمنصب قائد منتخب المغرب خلال مواجهتي أنغولا وموريتانيا الوديتين. وسبق أن أشار الركراكي إلى أنه حدد من قبل القائدين الثاني والثالث في أسود الأطلس دون ذكر الأسماء للرأي العام. فحكيم زياش يبقى حكيم زياش المرشح الأول لنيل شارة القيادة في منتخب المغرب، كونه من أبرز نجوم الكتيبة المغربية، كما أنه من أكثر اللاعبين الذين دافعوا عن قاميس الأسود الأطلس.